السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل سنة وانتم طيبين وتنعاد عليكم وعلينا وعلى الأمة العربية كلها بخير. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف الفيديو النهاردة حلو وخفيف، هتقوموا تجربوه على طول. دولت الكنافة بتاعتنا صبحة، مش في الفريزر ولا حاجة. لو حطها في الفريزر تسيبها تفك براحتها، وممكن ببخاخة صغيرة مية وتبخها عليها بسيط خالص. وهنعمل الكنافة الملفوفة، احلى صوابع كنافة هتعملها ملفوفة، تعملها صوابع، هتعملها قطع، تبقى معاكي احلى كنافة. بس يا خسارة الكنافة بتاعتي انا شيحت جبتها، مش انا اللي جايباها، طلعت من اللي هي تخينة شوي، شعيراتها تخينة شوي، بس ماشي الحال وبقت حلوة يعني، عملناها وحلوة وما شاء الله. لما تيجي تجيب الكنافة يا ريت تجيبوها اللي هي شعيرات رفيعة، التخينة دي مبتبقاش حلو. طبعا معانا المكسرات بتاعتنا، سوداني، صح، طحنينه شوية كده، يعني لهم الحباية نصين كده، وشوية جوز الهند وزبيب. أي مكسرات عندك، مش شرط يعني، لو عندك فستق يعني جمل بندق اللي انت عايزاه. حطيت عليهم شوية شربات من بتاعنا اللي احنا عاملينه الكنافة. طبعا الشربات ده عندي انا عاملاه وجاهز عندي، وهلفها كده، تبرمي فيها جامد حلو كده وهي طرية، لسه صبحة جاية طازة، هتبقى معاكي حلوة. يكون معانا الصينية بتاعتنا مدهونة شوية سمنة بلدي حلوين كده، ونحطه فيها. ولو انت بتقطعي تاخدي مقاس الصينية بتاعتك على قد مقاس الصينية، اصغر اكبر، صينية مدورة على قد الموجود عندك. طبعا انت بتلفيها جامد عشان ما بنحط لهاش حاجة تسندها ولا حاجة، السمنة تحت بتمسكها على طول. طبعا الجو برد والسمنة كما بتحطها سايحة في الصينية بتجمد على طول. لا اله الا الله. طبعا برضو جبت مقاس الصينيه اللي احنا هناخدوها على قده، قطعت حته تاني وتسويها حلو كده من الكيس على طول، ما اعملش فيها حاجه ازيد من كده. بس اهم حاجه ما يكونش فيها حتت فيها تكتلات على بعضها او عجينه، ساعات بتيجي من الفرن فيها حته العجينه لازقه في بعضها كده. لا هي حلوه وما شاء الله عليها. هنسويها برضو تاني كده، وهنحط المكسرات بتاعتنا، مش هتنسى حلاوته ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، زي العسل. طبعا بتحط المكسرات بالمعلقة حلو كده، او ممكن تعمليها شربات يكون تقيل قوي شوية عن كده، وتعملي الكنافة تصبعيها صبح طويل كده، لور طويل كده، وتحطيه في قلبها برضو المكسرات. معلش مش واخدة بالي، الصيام باين يا ولاد معاي. المكسرات ممكن تعمليها وتبقى لور طويل زي صبع الكباب طويلة كده، وهتحطيها في قلبها برضو، وهتبرمي ايدك، تطوي حتة من البوز وايدك معاها كده تلف كده. طريقة سهلة وبسيطة، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي يا رب. اهي بتقومي برمها بس برمة جامدة تاني كده، واخدة الزعب بتاعها لو طوية حبة عادي، ولو مطوي في الصينية شوية عادي. طبعا يا حبايبي انا ما عملتش معاكم الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم وقت الفيديو، انا ما زنكتهاش في بعضها عشان تاخد من الجناب لون حلو برضه، تبقى طيبه كلها. طبعا شويه السمنه البلدي الحلوين دول وهتسقوا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناه يا احلى واغلى اخوات. ولو عجبتكم اكتبوا لي في التعليقات. طبعا هتسقيها كلها، تمشي عليها، انا واخداها معلقه معلقه وتسقيها كلها كده، وتكوني جاتحه فرنك مسخناه حلو، وهتحطيه لو تحت الشوايه، ما تولعيش الشوايه الا الاخر على ما تاخد لون ومن تحت حلو، وبعدين لان الشوايه بتلهفها بسرعه من فوق، انما انا عاملاها في الفرن الغاز العادي زي ما انتوا شايفين يا حبيبي كده. خدت اللون الحلو ده، وهنسقيها الشربات بتاعها،
ونسيبها تبرد ونقطعها عشان ما تتقطعش وهي سخنة تتفرفت مننا. تسقي فيها الشربات كلها واحدة واحدة كده وهي سخنة. الشربات طبعا تقيل وبارد معانا، شربات الكنافة تقيل وبارد. هتسقيها كلها كده وتسيبيها او تغطيها بصينية او تقلبيها برضو الصبع بصبعه كده تقلبيه وتشرب من شربتها من فوق لتحت برضو في الصينية وتقطعيه. طبعا عشان هي طابت وانا مش مزنجاها فالصينية واخدة فيها شوية ايه فاضي. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا حبايبي يا رب وتعملوا الاحسن. زي ما انتوا شايفين بردت وقطعتها ورصيناها في الطبق بتاعنا التقديم وما شاء الله عليه لونها حلو وطيبة من قلبه وريحة السمنة البلدي فيها ينفعفعة جايبة اخر الشارع وما شاء الله عليها. المكسرات حلوة وما تفرفتتش وفي قلبه. وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم وتعملوا الاحسن يا حبايبي. زي ما انتوا شايفين لونها من تحت حلو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. اتفضلوا معانا. كل سنة وانتوا طيبين وتنعاد عليكم وعلى الأمة العربية كلها بخير. انا بشكر حبايبي جوا مصر وبره مصر كل اللي متابعيني انتوا على راسي وربنا يحرمنيش منكم ودومكم نعمة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.